شاء الله في فيديو النهارده هنعمل مثال على تقسيم الشاشة اللي هو سبليت سكرين لجزئين أو لثلاثة أو لأربعة مثلا. وهنستعمل افكت مهم جدا معانا في الترانزيشن اللي هو فينيشيان بلايندز، وهنستعمل افكت تحت الكالر كوريكشن اسمه التنت. تقسيم الشاشة بيتعمل بأكتر من طريقة. تمام، ممكن ان انا اعمل شيب واستعمل التراك مات، وممكن ان انا اعمله بطريقه اسهل من كده ان انا اعمل اقسم الفيديو او اغير البوزيشن لكل فيديو. تمام، وده اللي احنا هنعمله النهارده. فبسم الله الرحمن الرحيم نعمل اول نيو كومبوزيشن معانا وهنسميها سلايد 1. ثلاثين فريم وديوريشن 10 ثواني. الباك جراوند كلر هنخليه اسود. تمام، هناخد اول فيديو معانا وليكن اللي هو الفيديو ده. تمام، وبعدين هنعمل شيب لاير، 2 شيب لاير، يعني هنقسم الشاشه لاربع سكرين. فهاجي هنا اطلع بره السلكشن، بره اللاير، واعمل اول شيب لاير معايا زي كده. هديله اللون الاسود، هلغي الاسبكت ريشيو واديله ارتفاع 40 بكسل. تمام كده معانا اول شيب لاير. هعمل منه كوبي، كنترول دي، واغير الترانسفورميشن او الروتيشن بتاعه ل 90. زي كده. اقف على الفي عشان اختار السلكشن تول وامشي بيه لحد هنا كده تقريبا. يبقى انا كده عملت تقسيم للشاشه لاربعه سكرين. بالنسبه للفيديو الاولاني انا كده ماشي معايا. انا شايف ان يعني السين ظاهر في السكشن ده كده، يعتبر السين ظاهر كامل، مش محتاج ان انا اعمل بوزيشن للفيديو. فهسيبه زي ما هو واروح اعمل ادجستمنت لاير فوق الفيديو الاولاني. نسمي ده بليس هولدر 1، نعمل بري كومبوز ونسميه بليس هولدر 1 او ميديا 1. هعمل ادجستمنت لاير تحت الشيب عشان مش عايز الشيب تتاثر بالافكت اللي هستعمله مع الادجستمنت لاير. وهعمل افكت اسمه تنت تحت الكالر كوركشن. التنت ده بيعمل ايه؟ التنت ده بيعمل مابنج او بيعمل بيحول الالوان. هو بيديني كنترول بس لايه؟ بيديني كنترول للهايلايت وبيديني كنترول للشادو. الهايلايت اللي هي الالوان اللي اللومينيستي بتاعتها عاليه. الشادو الالوان اللي اللومينيستي بتاعتها قليله. اللومينيستي غير البرايتنس، عشان تبقوا عارفين اللومينيستي اللي هو زي السطوع. اللومينيستي اللي هو زي السطوع. عشان افصل شويه الايفكت ده خلينا نروح نعمل كومبوزيشن تاني، نيو كومبوزيشن، ونسميه تنت. هعمل 2 شيب لاير هنا. ده الشيب لاير الاولاني، اديله اللون مثلا الاحمر. اديله برايتنس 100%. تمام كده البرايتنس بتاع اللون 100%. وده اللي انا يعني عايز اطبقه معاكم، لان البرايتنس غير اللومينستي. فده اول شيب لاير معايا. هروح اعمل شيب لاير تاني واديله لون مختلف وليكن اللون الاخضر. نقف عليه اتاكد. هديله برايتنس 100%. تمام، هنعمل ادجستمنت لاير وننزل معاها التنت. نيو ادجستمنت لاير
ناخد التنت. شوف شايفين ايه اللي حصل؟ ان التنت لما اتطبقت هنا اثر على الشيب لاير التاني اللي هو اللي كان احمر، اداله غمقاني، يعني قرب اللون للاسود. واللون ده التنت يعني ما اثرش عليه قوي، يعني كان افتح من من الاحمر. يعني النتيجه النهائيه من تطبيق التنت على الادجستمنت لاير ان هي بتغير، بتعمل مابنج للون الاصلي للاسود او للابيض حسب اللومينستي. فطبعا احنا شفنا ان البرايتنس واحده في الاثنين، يعني في الاثنين واحده، بس السطوع مختلف. هتلاقي اللون ده السطوع بتاعه اعلى. السطوع ده او اللومينستي اللي هو جاي من تاثير الضوء. اللومينستي دايما مرتبطه بالضوء. تمام. فخلينا اقفل التنت كومبوزيشن، ارجع تاني للسلايد 1. وزي ما احنا قلنا طبقنا هنا الادجستمنت لاير اللي هو، خلينا نرجع الافكت تاني. بس انا عايز الافكت ده ياثر على الجزء اللي تحت بس، يعني يبقى جزء من الفيديو ملون والجزء التاني عليه طبقه، عليه الجزء التاني عليه الافكت. فبعمل ايه؟ بعمل ماسك. بقف وانا واقف على اللاير بعمل ماسك كده، هختار بس الجزء ده. شايفين؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت ماسك للادجستمنت لاير اهو بالظبط كده. يبقى الجزء اللي تحت ده اسود، والجزء اللي فوق ده او الجزء اللي تحت اتعمل له مابنج للاسود والابيض، واللي فوق اللي طبعا التنت ده بيشيل الساتوريشن برضو بتاع اللون، يعني بيخلي التشبع بتاع اللون زيرو. فعشان نتاكد برضو من الحته دي هنرجع تاني اللي هو التنت. نفتح التنت نطبق الادجستمنت لاير. احنا قلنا ان هو بيعمل مابنج للاسود والابيض حسب اللومينستي. طيب ايه الدليل ان الساتوريشن اتصفر عندي هنا؟ خلينا نروح للريكتانجل واختار الكالر بيكر وليكن اللون ده. شايفين الساتوريشن زيرو، الاس زيرو للون ده، يعني اللون الساتوريشن بتاعه بقى زيرو، وهنا اللون الساتوريشن بتاعه بقى زيرو. تحت الاتش والاس والبي اللي هو الهيو ساتوريشن والبرايتنس عندي الساتوريشن زيرو. تمام. يبقى ايه ده؟ تاثير التنت افكت. فده كده اول حاجه معانا اللي هو التنت. طيب انا عايز اعمل حاجه تانية برضو اللي هي الافكت تاني تحت الترانزيشن، اللي هو لو فتحنا قائمه الافكت ورحنا للترانزيشن هنلاقي حاجه اسمها فينيشن بلايندز. الفينيشن بلايندز دي اللي هي بيسموها اللي هي الستائر الفينيسيه، او هي اللي هي تابعه لمدينه البندقيه في ايطاليا، اللي هي الستاره اللي هي بتتفتح وتتقفل عشان تدخل الضوء. كان زمان اللي اخترع الستائر دي هي واحد انجليزي، وكان بيستعمل القطع الخشبيه عشان يفتح ويقفل الشبابيك او التهويه. بس ايطاليا طورت عليها ومن ساعتها خدت الشهره، وبالتالي تسموها الفينيشن بلايند. الفينيشن بلايند ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريفيل للاندر لاير. يعني لو انا عندي 2 فيديو تحت بعض، تمام، هو بيعمل ترانزيشن، يعني بيشيل الفيديو الاولاني وبيبتدي يظهر لك الفيديو اللي تحتيه على طول. لو انا حطيته على طب نزلت هنا الفينيشن لاير على الادجستمنت لاير زي ما احنا شايفين احنا كنا منزلينها فوق اصلا اهو. شو حطيناها هنا كده وعملت ابتدي بقى اطبق الفينيشن لاير. شايفين بتاخد الشكل ده كده، هي بتبقى زي خطوط. هي مش خطوط، هي هو بيشيل الفيديو ده خالص، بس عشان الادجستمنت لاير الافكت اللي بينزل على الادجستمنت لاير بيأثر على كل الفيديوهات اللي تحتيه، فهيبتدي ياخد لون ايه؟ هو بيشيل من الفيديو بياخد لون الكومبوزيشن. الكومبوزيشن لونها اسود، يعني لو رحنا هنا الكومبوزيشن وادينا لها لون ابيض، يعني خلينا نغير اللون ونخليه ابيض. شايفين الخطوط اتحولت لابيض ازاي؟ لان هو بيبتدي يشيل من الفيديو ويبتدي يظهر الطبقه اللي تحت الفيديو. فطبعا دي لون الكومبوزيشن نفسها. هنعمل برضو كومبوزيشن دلوقتي لشرح الفينيتيان بلايندز بشكل مفصل. هنروح للكومبوزيشن ونعمل نسميها، لا مش عايز اعمل سيتنج، انا عايز اعمل نيو كومبوزيشن
ونسميها فينيشن بلايندز. تمام، دي كومبوزيشن جديده، وهاخد فيها 2 فيديو تحت بعض مع بعض. يعني ناخد الفيديو ده مثلا، وهاخد الفيديو التاني اللي هو ده. هنزل افكت، هعمل افكت هنا مثلا الفينيشن بلايند على الفيديو الاول. ايه اللي هيحصل بقى معايا هنا؟ ممكن اعمل كي فريم هنا على الترانزيشن. يعني لو انا جيت مشيت بالترانزيشن، يعني جيت مثلا عند الثانيه 1 مثلا، وعملت كي فريم 0، اول لما يوصل 100% بيكون شايل لي الطبقه اللي انا عليها وبيظهر لي الطبقه اللي تحت. اخلي هنا 100% اهو. يبقى كده تعالى نشوف، شايفين ايه اللي بيحصل؟ تعالى عشان نوضحه اكتر نكبر شويه الويتس، ونخلي الكومبليشن الزاويه بتاعته نخليها 45. خلينا نمشي كده شويه. شايفين ايه اللي بيحصل؟ الفيديو اللي تحت هو اللي بيظهر، الفيديو اللي تحت بيظهر، والفيديو ده التاني ده بيروح. طيب اكبر شويه، مش عايز برضو تبقى كتيره قوي المسافات كبيره، فببتدي اكبر الويتس شويه معايا. فزي ما انا بعمل كده اهو، انا ماشي، الفيديو ده بيروح خالص، بيبتدي يظهر لي الفيديو اللي تحت. شايفين؟ ممتاز جدا الايفكت ده في ان انت تعمل ترانزيشن ما بين الصور او ما بين الفيديوهات. وده شرح سريع للفينيشن بلايندز. بس انا في الحاله دي انا هستعمله كشكل بس، يعني انا مش هعمل كي فريم، او انا هستعمله بس كشكل يعني. دي اول سلايد معانا. الجزء ده برضو انا مش عايزه، انا الجزء ده مش عايزه، عايز احط فيه فيديو تاني. فبروح عند الميديا نفسها وبعمل عليها ماسك، بنزل ماسك زي كده اهو. باجي اقف هنا عند الخط ده كده، يبقى انا ايه؟ عملت ماسك للفيديو، اخدت الجزء ده بس من الفيديو. بنزل معايا فيديو تاني وليكن اللي هو ده، اعمل له كنترول الت اف عشان هو الدايمنشن بتاعته 1280 في 720. انا عايز ببتدي اعمل له بوزيشن بحيث ايه؟ ان انا اخد الجزء اللي هو فيه حركه منه، يعني اروح للبوزيشن هنا كده وابتدي اتحرك، اضغط على الفي عشان اختار السلكشن وابتدي امشي شويه كده. ايوه، انا عايز الجزء ده هو ده اللي يظهر معايا. يبقى انا كده خلصت. شايفين اهو؟ انا قسمت الفيديو اهو لاتنين. ممكن اقسمه يعني قسمته ل4 سكرين، بس خدت اللي تحت ده، الجزء اللي تحت عملت له تنت ونزلت عليه فينيشن بلايندز. في حاجة تانية بتدي برضو تأثير حلو جدا، اللي هو التكست، افكت اسمه تكست. فهعمل انا ايه؟ هاخد هنا فوق الادجستمنت لاير ده، هعمل نيو ادجستمنت لاير، واروح افكت تكست نمبر، هقول له هوريزونتال. شايفينه بيظهر ايه؟ بيظهر كأن سوليد عندي كده بالظبط. وبختار هنا يديني النمبر، مثلا ممكن اقول له اديني تايم كود. انت بتتحكم في الارقام اللي هتظهر لك بشكل عشوائي، تايم كود او تاريخ او شورت ديت او لونج ديت. فمثلا هنقول التايم كود، وهنقول له اديني راندوم فاليو، يعني اديني ارقام عشوائيه، واعمل لي بلايند مع او كومبوزيت مع الاوريجينال، يعني اخفي لي خالص الباك جراوند واعمل لي بلايند مع الاوريجينال. وباجي هنا بختار اللون بتاعها واخليها ابيض. انزل البوزيشن بتاعه على هنا كده. اخليها فوق عشان تظهر معايا. ممكن اختار الاكس شويه، احرك الاكس شويه معايا زي كده. تمام. واحنا ماشيين هتلاقي الارقام تتحرك معاك، تدي شكل يعني ايه؟ كأن فيديو فعلا متصور بالكاميرا. ممكن اعمل منه برضو في نفس الوقت كنترول دي، اخد
اخد نسخه تانية واعمل اغير البوزيشن اخليه فيرتيكال او الدايركشن اخليه فيرتيكال اهو. ظاهر معايا هنا اهو، وابتدي احرك برضو الاكس بتاعه لحد ما يجي هنا اهو. اطلع بيه فوق شويه، اتحكم في الواي. شايفين الشكل كده؟ يعني شكل يعتبر عملنا تغيير واضافات مديها شكل كويس للفيديو. تقدر انت تعمل نفس التكنيك ده، تحط اي عدد من الفيديوهات، تخليها 4 سكرين، تخليها 6 سكرين، بنفس الفكرة بالظبط. في حاجة تانية برضو، واحنا في الادجستمنت لاير هنا في التنت، ممكن تبتدي تغير الهايلايت، يعني الابيض ده تديله اي لون تاني، يعني تخلي الحاجات اللي هي اللومينستي بتاعتها عالية، تبتدي تدي لها لون، بدل ما تعمل لها مابنج للابيض، لا اعمل لها مابنج للاخضر. ابتدي خفف شويه مثلا كده، شايف؟ يبقى الشكل كده ايه، ادى شكل حلو جدا للفيديو. تقدر تستعمل بقى اي نوع من الافكتات دي اللي خدناها، تغير القيم بتاعتها وتقدر توصل لنتيجه ممتازه جدا. هتطبق التنت افكت، هتطبق الفينيشن بلايند في الترانزيشن، او بس تستعملها كده كشكل. وبكده نكون احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.